ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي. النهارده معاكم في قناتي ده حياتي وده شغلي. هنعمل معاكم القراقيش الصحيه روعه. شايفين جميله ازاي؟ بس انا بحبها ناشفه شويه زي ما انتم شايفين كده. عاملين منها الساده وعاملين منها بالعجوه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي معاكم. معانا كوبايتين من دقيق الاسمر اللي هو دقيق القمح الكامل، ومعانا معلقتين كبار من السمسم، معلقه صغيره من اليانسون، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا رشه بسيطه من الملح، معانا معلقه صغيره من الخميره، ومعلقه صغيره من العسل الابيض. هننزل بمعلقه العسل وهننزل عليهم بربع كوبايه من الميه، ربع كوبايه الميه الدافيه. نقلب كويس لحد ما ندوب الخميره والعسل بالميه. هنسيبها بقى ترتاح شويه لحد ما نخلط المكونات بتاعتنا الجافه مع بعضها. نقلبهم كويس بالشكل ده كده. هنجيب بقى ايه؟ نص كوبايه من السمنه البلدي السخنه، هنسخنها في الميكرويف نص كوبايه. هننزل بيها على الخليط بتاعنا وهنقلبهم ببعض. نخلي الدقيق بتاعنا زي الرمله المبلوله. يعني بصوا هنفضل بقى ايه نقلب فيها كويس كده لحد ما تبقى زي الرمله المبلوله بالظبط. القراقيش دي سرعتها قليله جدا على فكره، مش عاليه زي ما احنا متخيلين. انت ممكن تاخدي لك واحدتين 3 كده سناك ما بين الوجبات لو انت نفسك تشربي مثلا كوبايه شاي او نسكافيه. هنزود بقى الميه، مش هننزل الكوبايه نص الكوبايه الباقي، لا هننزل شويه بشويه لحد ما نشوف، وهنقول لكم بقت ميه قد ايه لحد ما العجينه بتاعتنا تتعجن معانا. زي ما احنا شايفين كده العجينه خلصت معانا بالشكل ده كده. هنسيبها ترتاح، هنسيبها تخمر لمده ساعه كامله. ساعه كتير؟ لا ساعه، سيبيها ترتاح ساعه. بصوا الضعف طيب بس بسيط، مش زي الدقيق الابيض طبعا. هنجيبها بقى على الرخامه بتاعتنا، هنقسمها ل4 اجزاء وهنكورهم بالشكل ده كده، وهنغطيهم بقى ايه بكيس عشان ما تنشفش معانا، عشان الدقيق طبعا ده بينشف بسرعه. دول شويه الميه اللي اتبقوا معانا، دول ربع كوبايه ميه اتبقوا، يعني احنا استخدمنا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. تمام. هنفرد العجينه بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هنفرد فيها ده احنا بنعمل الاول الساده. هنجيب بقى عندي بقى قطاعه بطاطس كده، هنقطع بيها الشكل ده كده. هنساوي الاول العجينه، نسوي بالشكل ده كده، وبعد كده هنقطع ونرص في الصاج بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. الصاج بتاعنا احنا مش دهنينه اي حاجه، زي ما هو كده كده. القراقيش بتاعتنا فيها سمنه. هنفرد تاني وهنسويها برضو بنفس القطاعه زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهنقطع ونرص في الصاج بتاعنا. بصوا شايفين معانا 100 جرام من العجوه، هننزل عليهم بمعلقه صغيره من السمنه. ده نص معلقه كمان، مش معلقه، نص معلقه صغيره من السمنه. هنقلبهم ببعض. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا وهناخد عليها العجوه نفردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بصوا هنفرد بصوا ايوه، وهناخد عليها الطبقه التانيه من العجين، وهنسوي بقى بالسكينه بتاعتنا الاطراف دي كلها. نشيلها، احنا بنرميش حاجه، احنا هنعجنهم تاني برضو. بصوا اهي بالشكل ده كده. وهنقطع بقى ايه بالقطاعه بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده. الاخيره دي كانت كبيره على فكره، هي ممكن تكون متشافه صغيره بس انا قسمتها 2. هنرص بقى في الصاج وهنسيبهم يرتاحوا تاني لمده نص ساعه، يخمروا تاني زي ما احنا شايفين اهو. هندخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 180 بعد ما ارتاحوا. بصوا هنا بعد ما خمروا درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، الرف التحتاني. وبعد كده هنشغل الشواية ايه من فوق بسيط زي ما احنا شايفين كده. بصوا طلعت بالشكل الجميل ده، تحفة وجميلة ومقرمشة جدا جدا جدا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي ده حياتي وده شغلي.